بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل معاكم عجينه البيتزا والاضافات بتاعتها كلها، وازاي نحضرها ونعينها في الفريزر جاهزه، نحطها في الفريزر جاهزه في اكياس لما نحتاجها في اي وقت نلاقيها كده، مش يعني دوب على التسخين بس. احنا هنا معانا كيلو دقيق جميع الاستخدامات طبعا. احنا المفروض هنا عندنا كوبايتين ميه 200 مللي كل واحده، المفروض تاخد 500 مللي. فاحنا وعندنا هنا نص كوبايه زيت، عندنا معلقه خميره فوريه، معلقه زعتر كبيره، رشه فلفل اسود، رشه سكر، رشه ملح. احنا هنا بقى هنبدا ايه، دي نكون ناكلينه كويس، وهنبدا نحط عليه الاضافات بتاعته، وبعد كده نبدا نقلبه. احنا هنا نحط التوابل كلها والخميره والحاجات دي كلها الاضافات بتاعته الاول، وهنبدا نحط الميه. طبعا احنا ما بنزودش الميه الا ايه كل ما بنحتاج، يعني عشان لما نيجي نعجنها نبقى محتاج. والمقادير ان شاء الله هحطها لكم في صندوق الوصف. هنا الاول هنبدا نقلب كده واحده واحده. وهنبدا نحط الزيت، احنا لو احتاجت مننا ميه هنزود، احنا بس ايه بنمشي معاها واحده واحده كده. 400 مللي او الكوبايتين دول على الكيلو. طبعا الزيت برضو ماده، اللي عايز يحط لها بقى علبه زبادي، عايزه طريه شويه زياده ممكن يحط لها زبادي. هنبدا بعد كده بس بنلمها، وبعد كده نبدا نمسك بايدينا بقى نعجنها. انا هحاول الم بس العجينه وارجع لكم. احنا هنا بنلم العجينه واحده واحده اهي. طبعا هي احتاجت مني نص كوبايه زيت، نص كوبايه ميه معلش. هنا طبعا احنا كده خلصنا العجينه، هنبدا نسيبها ترتاح شويه ونجهز بس الصواني على الاحجام اللي احنا حابين نعمل فيها البيتزا، عشان ايه ما تستوي نبدا نعينها في الفريزر. يعني العجينه بعد ما ارتاحت بتاعه البيتزا، فاحنا هنبدا هنا يا جماعه هنعمل هنا في الصينيه هنا واحده دي، طبعا عشان ايه اللي حاب يحفظها. احنا هنا عاملين البيتزات الصغيره يا جماعه، دي طبعا الاطفال بتاعه المدارس. هنا نحط برضو، هنبدا نخرمها كده بالشوكه بالراحه واحده واحده. طبعا انا فارده كام واحده بس اوريهم لكم، وبعد كده انا هكمل الباقي. هنا اهوت احنا بقى هنكملهم ونحطهم في الفرن ونعمل البيتزا الكبيره نوريها لكم. انا جبت لكم دي كنت حطاها في الفريزر، طبعا كنت برضو عاملاها. احنا هنا مسوينها نص تسويه طبعا. البيضه زي ما هي من تحت، بس ايه التسويه بتاعتها بسيطه، وحاطين لها الصلصه بتاعتها عشان تبقى جاهزه. اللي حابب يحط لها الصلصه كده، حتى الصغيرين ممكن يحط لهم، يحطها في الفريزر في اكياس بعد ما تبرد طبعا مفيش مشكله، تبقى كويسه. تطلع على نحط بقيه الحاجات عليها ونحطها في الفرن في الرف اللي في النص يا جماعه. بتستوي عادي زي كأنك لسه عاملاها في نفس الوقت. انا هكمله بقى وارجع لكم. انا رجعت لكم بعد ما عملت صينيه البيتزا. العجينه فردناها كلها اهي، هنبدا نعملها واحده واحده كده عشان الهواء، وبعد كده نسيبها تخمر شويه او ترتاح شويه، وبعد كده نبدا نحطها في الفرن. اللي عايز يفردها بايده ممكن، اللي عايز يفردها بالنشابه مفيش مشكله. وبعد كده نبدا نحطها في الفرن مع البيتزات الصغيره ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. احنا هنا سوينا البيتزا يا جماعه. طبعا هي بصوا تسويه نص تسويه، مش ناشفه خالص، وفي نفس طريه من هنا اهي. طبعا انا كمان مطلعاها بدري احنا عشان لما نحط عليها الخلطه بتاعتها او الجبن والحاجات دي بقى كنت انا استعجلت فيها، فكانت لزقت شويه في الصينيه، بس عشان اوريها لكم كنت انا استعجلت عشان اطلعها. فاحنا يعني ال10 دقايق بتوعها في الرف اللي في الوسط بتاع البوتاجاز هو دوت اهم حاجه، نسيبها براحتها عشان ايه تبدا تستوي، وفي نفس الوقت ناخد بالنا برده منها. ودي اللي في الصينيه برده اهي عشان سخنه برده، فاتحه لسه زي ما هي عشان لما نيجي نكمل تسويتها. ودي برده حاجه تانيه عملناها اهي. طبعا احنا عاملينها ايه رفيعه، اللي حابب يعملها سميكه زي دي او اتخن شويه، بس عشان العيال ما يحبوش الحاجات تبقى دايما تقيله. اللي حابب يسيبها تعلى عن كده مفيش مشكله، ممكن نسيبها شويه تتخمر كمان شويه، وبعد كده ندخلها الفرن. اهم حاجه ان احنا بعد ما بنخلص كل ده
عشان اللي حابب يحطها برده من غير صلصه يحطها، اللي حابب يحطها بالصلصه زي ما قلنا مفيش مشكله. احنا هنا اي بصوا يا جماعه تبرد بنروح بادئين حاطينها في الكيس كده. ممكن نحط واحده وواحده، يعني لازم نحط عازل زي ده كده، نحط كده فوقيه كده، بحيث ان ايه اول ما تبرد نحطها في الفريزر، واول ما نطلعها من الفرن نسيبها شويه ترتاح قبل ما نشيلها او نعينها ولا حاجه. نسيبها شويه ترتاح عشان تقدر نحطها براحتها. ارجو ان تكون تستفادوا منها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وانا والشيف. احنا لحمه مفرومه، عندنا لحمه مفرومه هنعصجها، ومعانا البصل بتاعها، وهنا حاطين في الصينيه ماده دهنيه ومعلقه سمنه وزيت، يعني دي اختياري طبعا. احنا هنا هنبدا ننزل بالبصل، طبعا احنا بنعصجها، ممكن نكون محتاجينها في نفس الوقت او عايزينها احتياطي. لو عايزين نعمل بها اي حاجه، خضار، بيتزا، اي طواجن يا جماعه. احنا هنا هنبدا نقلب البصل الاول عشان نعصجه واحده واحده كده. طبعا دي احنا بيستفاد بيها بان احنا ممكن نعمل بيها اي وجبات سهله وسريعه، مكرونات كده، طاجن بطاطس بلحمه مفرومه، اي حاجه بتبقى موجوده في البيت، بتبقى سهله وبسيطه في نفس الوقت. احنا معاكم البصل دبل شويه، او احنا بقى هنبقى نضيف اللحمه وحاطط عليها حبه فلفل اسود كده واحده واحده بالراحه، ونقلبها كويس عشان تتعصج معانا. طبعا الملح مش هنضيفه دلوقتي، احنا بس هتبدا تدبل شويه. احنا هنحط لها يعني حبه ميه صغيرين كده، عشان تبدا تستوي فيها. ولو في عصير طماطم يكون اكتر طبعا، الطماطم بتدي طعم حلو. واحنا بنقلبها كده هنحط لها قرفه خشب، حاجه بسيطه لانها كميه صغيره، ورقتين لورا طبعا هي كده تستوي معاهم كلهم مع بعض. وهنبدا نغطي عليها بقى ونسيبها تستوي شويه ونرجع لكم تاني. واحنا معانا اللحمه اهي بدات تستوي يا جماعه. نحط لها حبه ملح بس صغيرين، حاطين فلفل. اللي حابب طبعا زي ما قلت لكم حابب يحط معلقه صلصه، ممكن عصير طماطم، يعني عصير طماطم من الاول، يعني من بدايه التسويه عشان ايه يستوي معاها. ممكن يكون فريش بلاش صلصه متسبكه او كده، عشان بتدي طعم حلو. احنا كده استوت معانا اللحمه، هنضيف لها بقى شويه ملح وفلفل تاني كده. احنا ممكن نعينها بقى جاهزه في الثلاجه بعد ما تبرد، في اي اطباق فويل، في اكياس، اي حاجه نبدا نحطها لما نحب نستعملها في اي حاجه يا جماعه، جاهزه معانا. في نفس الوقت انا بقى ايه، انا عندي كان في عجينه بيتزا مجهزه في الفريزر، فانا هعمل لكم واحده وكده واوريها لكم. انا جبت لكم هنا بعد ما اللحمه بردت، جبت هنا صينيه البيتزا اهي. احنا طبعا فردينها، عندنا هنا الصلصه بتاعتها. طبعا ما حطيتش لحمه على اللحمه المفرومه صلصه، عشان انا كده هعمل الصلصه تحت في البيتزا، فما تبقاش ايه تقيله. وعندنا طبعا فلفل مع زيتون، وهنا جبنه الموتزاريلا. فاحنا هنبدا نفرد الاول الصلصه هنا. طبعا الصلصه دي مش عاملينها بتوم يا جماعه، عشان في ناس بتحط عليها توم، لا مش عاملينها بتوم، احنا عاملينها كده ساده، صلصه ساده. نفردها واحده واحده كده. طبعا احنا ممكن نعمل لها برده ميكس جبن الحقيقي، يعني دي مساله اختياريه، انا بس بوريكم ان في طريقه تانية مختلفه وخلاص، دي طعمها حلو وبرده نفس الوقت، يعني ممكن تجربوها اللي حابب يعني. احنا هنا حطينا كده نبدا نسقي الاول قبل اللحمه، طبعا بنرش جبنه خفيفه. وهنبدا نوزع اللحمه فوقيها. طبعا اللي حابب لو في بواقي سجق
جبن، شاورما، اي حاجه ممكن تحط عليها يا جماعه، مش لازم يعني حاجه مخصوص، ممكن اي حاجه بواقي تنفع. دلوقتي احنا خلصنا كده اللحمه مفرومه، هنحط بقى، نبدا نحط فلفل وزيتون، طبعا فلفل حامي وزيتون، وهنبدا بقى نحط لكم الجبنه فوقيها بقى عشان نحطها في الفرن. احنا كده خلصناها يا جماعه اهيت، وهنحطها في الفرن وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، احنا خلصنا صينيه البيتزا اهيت باللحمه المفرومه طبعا. انا اتمنى ان تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. انا بس حبيت اوريها لكم، احنا خلصناها في الفرن، هقطع بس منها واجرب واوريها لكم. ورجعت لكم تاني، احنا هنا طلعنا حته البيتزا يا جماعه استوت اهيت، الحاجه كلها، الجبن كلها سايحه اهي. طبعا الجبنه حلوه جدا وهي باللحمه مفرومه حلوه جدا، واتمنى ان انتم تجربوها. طبعا اللي حابب الفلفل الحامي بيتحط عليها، اللي مش حابب برضو باختياري. الزيتون برضو نفس الحكايه، يعني ممكن يحط زيتون ممكن ما يحطش زيتون، بس هي اللي بتديها طعم الحقيقه الفلفل والزيتون زياده. مستويه ومقرمشه حلوه جدا، الحروف كمان مقرمشه معانا. طبعا اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم ايه، وعجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.